إسباس كوميرسيال أركات هو فضاء للتسوق متواجد في منطقة راس العيون ولاية باتنا. يتميز بأسعاره الملائمة والمنخفضة اللي تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، ويتوفر على كل المواد الغذائية اللي نحتاجوها في المنزل. فضاء تسوق أركات فيه عدة أقسام، منها قسم يتعلق بالخضار والفواكه، قسم يتعلق باللحوم الحمراء والبيضاء، قسم خاص بالبقوليات، قسم خاص بالحليب ومشتقاته ومختلف الأجبان، قسم خاص بمواد التنظيف، إضافة للمواد المعلبة، العقاقير وغيرها من المواد الغذائية اللي ما نلقاوهاش في المحلات الصغيرة. اليوم أصبح فضاء التسوق أركات قبلة العديد من المواطنين اللي راهم يجوا من مختلف الولايات والمناطق المجاورة، منها نقاوس، مروانة، شيدي وتلخمت. قداش؟ قلت 36. ماهوش المواطن والله غير لازم له هنا كلشي. والله هي سمعنا بهذا المحل التجاري هذا مولاه مشكور ولقى استحسان تاع المواطنين، وانا راني من قوس، راني جيت لهنا دخلت نشوف، ولكن عجبوني اشياء كثيره، ونشوف السومه راهي منخفضه، راهي نظن احسن سومه في على مستوى الولايه. ما نهضرش على مستوى القطر لانني نهضر على الولايه نتاعنا، ونشكروه ونتمنى له الدعم وشكرا. الرحمن الرحيم. نعرفكم بروحي، أنا ناشطة خيرية ورئيس مكتب بلدية تلخمت للمنظمة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني، وتقريبا احنا الزيارات تاعنا والخير تاعنا دائما على الحاج أركات. تقريبا هو عنده سيبيرات وعنده تجارة وعنده المجال الخيري وحده. راح نقول لكم على الأسعار تقريبا في متناول الجميع، أسعار ما شاء الله. هو ونحى نسبة تاع البطالة للشباب، ومنهم الزوج تاعي أصلا عنده. احنا رانا متواجدين هنا في محل أركات، أركات الخير، معروف اسمه الخير أركات، والأسعار راهي في متناول الجميع. الزوالي يعيش الحمد لله. نتمنوا الدوام كما نقولوا احنا، الصحة والعافية، ويكونوا العمال كما نقولوا احنا يتهلاو في الشعب، وما شاء الله. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. والله غير في وسط الفيلاج نتاع الزوالي، والله غير يجيو من قاوس، من باريكة، من مروانة، من الاخر. واحد يهدر الصراحه راحه، والله هي كي تفتحت بالك عندها واحد شهرين هكذاك، والله ما قدرتش، المهم اكزاكتوم وفايته واحد شهرين هكذاك. يا ربي هكذا. وثانيه والله غير كلش كاين، السلعه اللي تجيبها لهنا كاينه. بالنسبة للأسعار على كل حال راهي في يعني مقبولة. احنا لما نتكلموا على الأسعار في الجزائر بصفة عامة أسعار مرتفعة على كل حال، لكن لما نقارنوا هذا المحل هذا بمحلات أخرى يعني فيها بعض فيها تخفيضات. والله الله يبارك، احنا كنا فايتين منه، سمعنا بالفضاء هذا المفتوح جديد، هذا في الحقيقه يخدم المواطنين، خاصه المواطن ذوي الدخل البسيط هذا. احنا ماذا بينا الاسعار تكون هكذا منخفضه، ماذا بينا تعم هذا الظاهره هذه، ماذا بينا تعم على الشعب الجزائري،
السيد الرئيس امر بسنه 2023 سنه باش تكون تاع رخاء، ان شاء الله تكون رخاء، وهذه بدايتها ان شاء الله. مقارنة المحلات الاخرين اسعار يعني بري ريزونابل يعني تاع الصح يعني ماشي حسب الاقبال تاعنا. البيضاء اللحوم البيضاء 33 نتمنوا منها راهي دير 35 حتى 36 حنا 33. سكالوب 58. بطبيعة الحال الأسعار هنايا منخفضة على جميع المحلات، يعني هذا الأمر هذا مليح للمواطن وتساعد المواطن البسيط محدود الدخل تاعو. والله حاجة مليحة في البلد تاعنا، حاجة مليحة وماذا بينا يبقى هذا الصرح هذا يبقى ديما موجود، ونتمنى تكون المنافسة بين التجار منافسة شريفة ويشوفوا الأساس نتاع الدنيا هذه أنه باش يراعيوا الظروف تاع المواطن. الخير كاين ويجيب ديما السلعه مليحه. نشريو، انا واحد من الناس نشري، هاني نشري في الجلبانه، هاني نشري كيلو مليحه جديده. والله غير نهز بيدي مليحه. الطماطم الخير كاين. معليش والله غير كل خير 3 ايام 4 ايام يجي فيها جاي يمشيها. دار الزوالي، ها دار المسكين والزوالي راهم يجيو هنا من كل بلاصه، يجيو من تكسلانت، يجيو من الجر هذا، يجيو من شيدي، من مروانه، راهم يجيو يعني يجيو هنا وكل تقريبا يجرب. الحمد لله هذا الفضاء الخاص بالتسوق أصبح اليوم مصدر لقمة عيش العديد من شباب المنطقة، والشكر موصول لبلدية راس العيون على توفيرها هذه المساحة وساعدت السيد أركات الخير في الاستثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صاحب المحل هنا تاع فضاء راس العيون وبلدية تلخمت مغازة حمزة وعبد الملك. نشكر الله عز وجل قدرنا على باش نوفروا هذه الحوايج للمواطن. كل بلدية تلخمت ودائرة راس العيون. خلاصة القول السلعة راهي متوفرة، أسعار متونة للجميع، أسعار مليحة. كثر خير ربي. وفي الأخير فضاء التسوق أركات راه مفتوح لكل المواطنين، ما تنسوش تزورونا وتجربوا أسعارنا. مرحبا بكم.